ما الأمر؟ لا ضرورة للخوف، إنه حمام زاجل ويستريح هنا فقط، لذا اطمئن. له خلخال في الضي، انظر إليه، إنها زينة للحمام الزاجل الذي قام بأداء متميز. حسنا ثعلوب، سأحكي لك حكاية عن سهم اليوم. سهم كان ذكر حمام زاجل رائع. مدهشة، ما أجملها، انظروا إليها. صدق فعلا، إنها مدهشة حقا. انظروا، أنا لا أصدق. منظر رائع. انظروا إنها عائدة. أوه، ترى أيها تصل أولا. هيا نرى. هناك أكثر من 40 منها. انظر سيدي. لا بأس بها. كم حمامة اشتركت في هذا السباق؟ 50، لكن بعضها انحرف وحط على برج حمام بالخطأ، والبعض هاجمه صقر أو شيء ما. بما أننا مدربو حمام، فإن اهتمامنا ينصب على الحمام الذي يتخطى كل العقبات ويستطيع أن يصل إلى خط النهاية بسلام. فهمت، ولكنني لا أعتقد بأن الحمام لديه مثل هذه القدرات الخارقة. يا سيد كريم، أنتم أصحاب البنوك تؤمنون بالمال فقط. انظر هناك، انظروا إليها، جميلة جميل جدا. هذا سهم يا أبي، إنه سهم. هذا هو الفائز. حسنا، لقد فاز سهم. سهم عمره 3 أشهر، وهذا هو السباق الأول وقد فاز به. رائع. هل اسمه سام؟ نعم، وأنا ربيته. في ذلك اليوم وضعوا خلخالا فضيا على قدم سهم للدلالة على أنه من الحمام الزاجل المتميز، ونقش عليه رقمه. برق، انتظر. أنت الأخير يا برق. استمر بلال ورائد بتدريب الحمام حتى بعد السباق. الحمام عنده إحساس كبير بالاتجاه، فهو يعود إلى بيته حتى من بعد 300 كيلومتر. وبعد تدريب إضافي بإمكانه الطيران مسافة أكبر. أصعب مهمة عند الحمام هي الطيران عبر البحر. بلال أخذ معه سهم وبرق وشعاع على متن السفينة لأجل التدريب في البحر. ماذا؟ المحرك الاحتياطي لا يعمل؟ حسنا،
يا قبطان، سنقع في ورطة إذا مرض أحد. يا قبطان، كم مرة يجب أن أخبرك نفس الشيء؟ يجب أن أعود لنيويورك غدا في 10 صباحا. سيدي، هناك جلبة ولغط بين الركاب. سيد كريم، كلنا في مأزق ولست أنت فقط. ماذا عن اللاسلكي؟ لاسلكي معطل أيضا. أرجوك افعل شيئا حيال ذلك. مصرفي سيفلس إذا لم أوقع العقد غدا. قبطان، الحمام. لما لا نطلق الحمام؟ الحمام؟ هل في السفينة حمام؟ نعم، هناك قليل من الحمام بمهمة تدريبية. رائع. هذا مستحيل. سيد كريم، كيف لها أن تطير في مثل هذا الضباب الكثيف؟ مستحيل. لن نعرف أبدا حتى نجرب. أرجوك يا بلال، فالجميع في ورطة هنا. حسنا، سهم وبرق وشعاع أمامكم مهمة الآن. حسنا، لنبث الرسائل بالحمام ونطلقه واحدا تلو الآخر. شعاع، أنت أولا. حسنا، انطلق يا شعاع. أطلقت الحمائم في السماء واحدة كل 30 دقيقة. حظا سعيدا يا برق. هناك شيء واحد يعطل حاسة الاتجاه لدى الحمام، إنه الخوف. ما به؟ لما عاد ثانية؟ إنه خائف، لا فائدة منه. بلال، أطلق الثالث. انطلق يا سهم. أطلق سهم في الضباب، وهذه أصعب حالة يتعرض لها الحمام الزاجل. أعتمد عليكما برق وسهم. لا الذاكرة ولا الرؤية ساعدتهما، لكن ذكرى الحمام الزاجل تابعا الطيران. الضباب والعوامل الجوية والظروف الصعبة لم تؤثر على السهم الذي توجه إلى البيت بثقة تامة. سام، عدت بسرعة. الساعة 3 بعد الظهر من يوم الثلاثاء، وعلى بعد 360 كيلومترا من الساحل تعطل محركنا. نحن ننجرف داخل الضباب وننتظر النجدة. القبطان. تم تنظيم فريق إنقاذ على الفور، وأنقذ الركاب وطاقم السفينة بعد فترة قصيرة، وتمكن كريم من توقيع العقد وحال دون إفلاس مصرفه. لذا قرر إقامة حفلة ليعبر عن امتنانه لبلال وحمامه. سمعت بأن سهم وصل خلال 4 ساعات ونصف. رقم قياسي. سهم بطل. لا، فهو ليس الوحيد. هنا لدينا بطل آخر. إنه شعاع. وصل شعاع إلى نادي الحمام قبل مدة قصيرة، واستطاع العودة إلى برجه رغم إصابته. أحدهم أصابه بعيار قاتل. مات شعاع. مات، وسنعرف من أطلق عليه النار لاحقا. لكن لو عرفنا الجاني فإن شعاع لن يعود للحياة. سيداتي وسادتي، اسمعوني. سأنقل هذا الخبر المؤسف لجمعية حماية الحياة البرية بكل مكان، وسنقترح قانون حماية الحمام الزاجل حتى لا يطلق أحد المهووسين النار بعد الآن على الحمام البريء دون السبب. شكرا، وأظن أنني أسأت فهمك في السابق. يا رائد، ما كنت لأعرف روعة الحمام لولا إنجاز السهم الرائع وتضحية شعاع. سيد كريم،
أبي، ترى هل يعرف السهم بموت صديقه شعاع؟ لا أعلم. ها؟ ها؟ ماذا دهاك يا برق؟ هل تغار من إنجاز سهم ونجاحه الكبير؟ لا أعتقد ذلك. أظن السبب هدين. سهم، أنت... اسمع، لنضع سهم وهدين معا وسنجد رفيقة لبرق. ما رأيك بهذه الفكرة؟ هذا يناسب سهم. تزوج سهم من هدين وتابع فوزه في سباق تلو الآخر. انتصارات سهم سجلت على جناحه الأيمن. استطاع السهم قطع 16 كيلومترا خلال 8 دقائق، كما استطاع قطع المسافة بين نيويورك وبوسطن في 4 ساعات فقط. وأخيرا حل يوم الاحتفال الكبير الذي انتظره بلال وسهم طويلا. إنه سباق شيكاغو نيويورك للحمام. هذا سباق الأفضلية للضعيف، حيث تطلق الحمائم في السماء بنوبات متعاقبة استنادا إلى قدراتها. ستنطلق بعد قليل يا سهم، ابذل جهدك ليعرف الجميع بأنك رائع. استعداد 30 ثانية للانطلاق. حظا سعيدا يا سهم. 10 ثوان. 5 4 3 2 1 انطلق. انطلق سريعا يا سهم. سباق الحمام الضعيف الذي يغطي 1400 كيلومتر بين شيكاغو ونيويورك بدأ الآن. أثناء السباق تستريح بعض الحمامات، بينما حمام آخر يشرب الماء ليطفئ ظمأه. لكن سهم انطلق دون توقف، تابع قطع الجبال التي كان يألفها. أحس سهم بالعطش بعد قطعه 960 كيلومترا. إن كنت تحب الحمام فسوف يسعدك أن تساعده بإطفاء عطشه بقليل من الماء في حالة كهذه، ولكن يبدو رائعا. ماذا؟ سهم مدهش. مشارك في سباق شيكاغو نيويورك. غادر شيكاغو في 4:04 صباحا باتجاه نيويورك. إذا قطعت 980 كيلومترا. سهم، اهدأ يا صديقي، ستعود إلى موطنك يوما ما، لكنني أريدك قبل ذلك أن تفعل شيئا خاصا بي. لم يستطع سهم الخروج من ذلك القفص، لكن بلال بقي ينتظر عودة السهم.
صديقي سهم. والآن ما رأيك بهذه الزوجة الجديدة؟ وضع الرجل حمامة تلو الأخرى مع سهم ليحصل على فراخ من سلالته. الكثيرون اعتقدوا أن سهم قد مات، لكن بلال اعتقد بأن سهم سيعود يوما ما، وبقي يعتني بمسكنه. وبعد 2 من أسر سهم وأخيرا أحب سهم حمامة. أخيرا حدث. كان الرجل متلهفا للحصول على فراخ حمام زاجل مثل سهم، لكن سهم لم يتردد لحظة وانطلق كالرصاصة حالما فتح الباب. موطني الجميل، كانت عاطفته المتأججة نحو موطنه ليس لها مثيل. نحن البشر لا نعرف ماذا في قلب الحمام، لذا يجب ألا نحسبه أمرا مفروغا بأن الحمام يعود لموطنه بسبب عائلته. فالحمام الزاجل لديه غريزة العودة إلى وطنه، إلى حيث نشأ وتربى، ويبقى مستمرا في طيرانه طالما كان قادرا على ذلك. سهم يتوجه إلى وطنه، يتوجه الآن إلى نيويورك حيث ينتظره بلال وهديل. وطني العزيز. لا يا سهم، لا تحلق على ارتفاع منخفض. هل نسيت أمر الصيادين؟ هذا تحليق منخفض يا سهم، منخفض جدا. موطني. تابع سهم طيرانه بكل قوته. كان جناح سهم المصاب يفقده قوته، لكن ارتباط سهم بموطنه كان قويا. هديل، ما الأمر؟ عزيزي سهم، لم يعرف أحد ما جرى لسهم منذ أن فقد. وأخيرا
انتقم الناس من الصقور المفترسة، وكان في عش الصقور خاتم فضة، الخلخال الذي يوضع على قدم الحمام الزاجل، إنه خلخال سهم.